وهاي دعوة كبيرة. أنا من أسولف وأقول أن عمر هو أول من اقتحم بيت الزهراء، ذكرنا في المصنف. نعم هذا ذكرنا. خلي نعم. أقول أنت غير تخليني أنا أبين فكرة شلون. أنا مو قاعد يعني أريد أتهم وأريد أتجنى، لا، هو إجا بشعلة نار. هو عندما يأتي بشعلة نار ويقتحم البيت، شنو هذا؟ مو اقتحام؟ أكيد. هو مجموعة. أنا من أقول عنده فرقة اقتحام وفرقة إعدامات، هو أول من أسس هذه الأمور، لأنه كان يباشر بنفسه في أنساب الأشراف للبلاذري. نعم. أنا ذكرت. نعم. نعم. أقبل عمر بيده فتيلة فتلقته فاطمة الزهراء عليه السلام فقالت: أمحرق علي داري يا ابن الخطاب؟ قال: نعم. وذلك أقوى. وذلك أقوى فيما جاء به أبوك. هاي شنو هاي؟ أنت من تقول لي فتنة، شنو فتنة؟ أنا من أقرأ تاريخ فتنة؟ شلون فتنة يعني؟ أنا أريد أبين للأمة وللمسلمين أن هؤلاء خالفون نهج رسول الله. هذه فاطمة الزهراء الذي يقتحم البيت بالنار ليحرقها، هي في صحيح البخاري يعنون لها البخاري ويقول: سيدة نساء أهل الجنة. ما ردعه ذلك عن أن هذه سيدة نساء أهل الجنة ويأتي ليقتحم الدار بالنار. وفي مصنف بن أبي شيبة كما قرأنا دخل البيت، هذا هجوم. لو أحد فتح للباب والله دق الباب وفتحوه وقال: لئن اجتمع هؤلاء النفر عندك لآمرن وليحرقن عليهم. فلما خرج جاء علي، وقلنا في وقتها في الأيام الفاطمية أن هذا معناه أن علي لم يكن موجود على كل حال. فأنت عودا على طالبتني بالدليل حتى نعقب على القضية هذه. جيد، تفضل. الكتاب كتاب فرقة الاغتيالات التي أعدها عمر وأرسل أحد قوات الخاصة والمغاوير، زين، والفدائيين، فدائيين عمر بن الخطاب. هذا كتاب العقد الفريد، تأليف الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، المتوفى 328، المجلد الخامس، تحقيق الدكتور عبد المجيد الترحيلي. راح نشوف اليوم فدائيين عمر ايش سوى. ماذا كلف عمر أحد الفدائيين؟ شوف شلون. هذا في الصفحة 14. نشوف شنو قال إلى بالله. هذا في كتاب العقد الفريد، ما أدري هو واضح إن شاء الله. الكتاب واضح إلى نعم واضح. المشاهد. واضح. العقد الفريد. نعم. لابن عبد ربه الأندلسي. واضح؟ واضح سمعت الشيخ. واضح. الصفحة 14، هاي الصفحة 14 نعم. واضحة؟ نعم واضح. زين. يقول ابن عبد البر: وأما سعد بن عبادة فإنه رحل للشام. جيد. أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي قال: بعث عمر رجلا إلى الشام فقال: ادعه إلى البيعة. ركز، بعث عمر رجلا إلى الشام، هذا أحد فدائي عمر. هاي أحد أركان الفرقة الخاصة التي يستعين بهم، إلى الشام، فقال: ادعه إلى البيعة. يعني في زمن عمر ما بايع. واحمل له بكل ما وأحمل له بكل ما قدرت، الظاهرية وأجمل له بكل ما قدرت عليه، فإن أبى فاستعن الله عليه. هاي الشفرة بين عمر وبين فدائي عمر. فاستعن الله يعني فاستعن الله عليه. هاي شفرة. هسه نريد نسولف بالشفرة. فاستعن الله عليه. فقدم الرجل الشام فلقيه بحوران في حائط يعني في مزرعة، كانت سابقا المزارع تحوط، في حائط، فدعاه إلى البيعة فقال: لا أبايع قريشا أبدا. قال: فإني أقاتلك. وهو بعد مغاوير قوات خاصة وفدائي عمر. قال: وإن قاتلتني. قال: أفخارج أنت مما دخلت فيه الأمة؟ قال: أما من البيعة فأنا خارج. فرماه بسهم فقتله. تفضل. هاي شنو والله؟ هاي شنو؟ فرماه بسهم. اسمع، فأنا خارج من بيعة
أبي بكر وعمر. نعم. فرماه بسهم فقتله. هاي فاستعن الله عليه. هاي الشفرة. هاي الشفرة. زين. فإذا إحنا عندما قلنا أن عمر عنده قوة، عنده فرقة اغتيالات وفرقة فدائي عمر، ما جاءت من فراغ. هاي هو كان يعامل خصومه هكذا. هذا خصومه. شخص ما بايع قتله، أرسل له واحد تبايع، هو ما قتل بالمدينة. ليش؟ زين أنت تسأل ليش ما قتل بالمدينة؟ شو السبب؟ مو المدينة إذا قتل الأنصار موجودة راح يعني راح يهدوا عليه الأنصار، وإذا هدوا عليه وهاي الأنصار كلها تفاقة. زين. يعني 10,000 20,000 تقول تهد عليه، هاي ينقتل بالمدينة. فهو خلاه لما خرج خارج المدينة. نعم. زين. فأرسل إليه أحد المغاوير القوات الخاصة المظليين. زين. وقاتله ورماه بسهم. ثم بعد ذلك ناحت عليه الجن: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. جيد. سماحة الشيخ ما خلصت. سماحة الشيخ هسه ما خلص. سماحة لا الشيخ غير أول أخلص. اصبر لي. أنا سؤالي ما هو ربطه بالإمامة الآن؟ هو ربطه بالإمامة. نعم. مو أنا ذكرت أنه الآن يريد أن يبين للناس أن هذا المقام مقام النبوة، ومن خالفه كمن خالف النبي، فإني أقاتله كمن لم يبايع النبي. يريد أن يجعل مرتبته مرتبة النبي في من لم يبايع وهو موجود. ولذلك احنا عندما نفتح الملف حتى نبين ذولي جعلوا نفسهم مكان النبي صلى الله عليه وآله. نعم. يعاملون نفسهم معاملة النبي صلى الله عليه وآله في من يخالفهم. وإلا هو تروح الدنيا كلها. أكو واحد يتجرأ يحرق بيت فاطمة الزهراء بعد ما سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، وعلي ميزان النفاق والإيمان، كما في صحيح مسلم: إنه لعهد النبي الأمي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أكو إنسان يقدم عليهم. ولذلك أنا عندما أقول عمر عنده فرقة اغتيالات بعض الأحيان هو يقدم، أنت خليتني راح أعيد في العقد الفريد شيء قرأناه في الأيام الفاطمية، والآن في نفس العقد الفريد، حتى تعرف أن أنا ما نحكي قوطة أبدا، ولا نحكي إحنا بهوى، إنما نحكي بعلم ومصادر. هذا أيضا في العقد الفريد تأليف الأندلسي. هاي العقد الفريد ما راح أقرأ هاي لأني قريت الجزء الخامس على فكرة. العقد الفريد الجزء الخامس في الصفحة 13. في الصفحة 13 في الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر. واضحة إن شاء الله؟ واضحة. اسمع ماذا يقول: علي والعباس والزبير وسعد بن عبادة، فأما علي والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب. شوف، في زمن عمر بن الخطاب عند مجموعة فدائيين عمر، في زمن أبي بكر عند مجموعة فدائيين أبي بكر، وهو رئيسهم عمر بن الخطاب. اللواء العام رئيس هيئة الأركان العامة عمر بن الخطاب. فأرسل إليهم عمر بن الخطاب ليخرجوا من بيت فاطمة، وقال له: إن أبوا فقاتلهم، إن أبوا فقاتلهم. فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار، فلقيته فاطمة فقالت: يا ابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم، أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة. تفضل. هنا هو قاد الحملة في زمن أبي بكر، لأنه هو قائد فرقة الاغتيالات، وهذا كله